يا مساء الخير عليكم متابعيني. نبدأ فيديونا اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. أريد أسوي اليوم كبة جريش، بس كبة يعني تقلاه. عندي هنا لحم مثروم وبصل وكرفس وإضافة البوتيتة، هاي اختياري، انتو تريدون تضيفونها تريدون لا. وجريش، الجريش شرط يكون جريش ناعم، وتقيسين كوب جريش تضيفين عليه كوب وربع مي. هنا تمام؟ يلا تمام. تعالوا خلينا نسوي الحشوة. البصل ثارمينه ناعم ونخلي له زيت قليل ونحمسه يذبل، نضيف عليه اللحم، نظل نقلب بيهن إلى أن اللحم يبدي يتغير لونه. شوفوا هاي المرحلة احنا لازم، هاي الخطوات، القياس، الجريش اللي لازم نتبعها خطوة خطوة. هنا الجريش ما أنا قعد ساعة غسلته وخليته مثل ما قلت لكم، كوب جريش خليت عليه كوب وربع مي، وأبدي خليت هنا شوية عليه خاشقة صغيرة كمون، لأن الجريش شوية يؤذي أصحاب المعدة شوية، يعني الهضم مالته يصير ثقيل هضمه. خلي اسم زيت قليل بالجدرية شوية يحمى، وأضيف عليه الجريش وأظل واقفة يمه أقلب بيه حتى شنو الجريش بس التركينة يلشع بالجدر. وهنا ضفت الملح، أنتو حسب ذوقكم، يعني الملح. أظل يمه واقفة أقلب بيه ما أتركه أبد، يعني بس التركينة راح يلشع بالجدر. شوفوا مو ملح مو كمية، يعني أنا خليته هواي قليل، بس لين التصوير اليوم صورت إيد لازمة بيها أصور وإيد أطبخ بيها. شوف ما شاء الله. هاي إن شاء الله نعلم المبتدئات. وهاي بعد ما هدرته خليته على نار هادئة وخليته مهدارة جوا، وهاي أشوفكم الخطوات. راح أسده وأخليه يتهدر كل ساعة أجي أقلبه شلون التمن. هاي هنا الحشوة كملتها، خليت عليها اللحم، البصل واللحم، وضفت عليهن البوتيتة. شوفوا أشوفكم إياها هاي شلون. هسه أنا كل ساعة أجي أقلب عليه أقلبه. هاي الحشوة هنا كملت وطفيتها، خليت عليها البهارات، خاشوقة صغيرة باربيكا حلوة وخاشوقة صغيرة كمون، يعني كلهن نفس القياس، وكركم. هنا عندي استوى، خليته يبرد فترة وجيت هنا أعجنه عجينة اعتيادية. شوفوا آخذ مي وأعجن، تركتهن يبردن اثنيناتهن. شرط الحشوة من تجين تسوين الكبة تريدين تشكلينها، الحشوة باردة مو حارة، لأن إذا ضفت الحشوة حارة راح تخرب عندك التشكيلة مال الكبة. هنا إذا صارت عندك شوية قوية ضيفي مي عليها، تظلين تعجنين بيها إلى أن يصير الملمس مالتها ناعم والتشكيل سهل مالتها. شوفوا شلون أنا قاعدة أشوفكم شلون التشكيل مالت الكوباية والسماكة مالتها، يعني مو تسوينها ثخينة وتصير بطنها عجين، لا. وهاي أضيف الحشوة، والحشوة باردة، شرط تكون باردة. هاي كبة جيل الطيبين، احنا جيل الطيبين نسوي هاي الكبب ونعلمها للأجيال اللي بعدنا. هاي الصراحة الكبة أنا تعلمتها من يد الوالدة الله يعطيها العافية، علمتني هاي الكبة كلش طيبة، وتصير للشوربة همينة، للشوربة وللتقلى. هسه يوم أسوي لكم الوصفة مالتها نفس الكبة، أسوي لكم إياها للشوربة. الصراحة البارحة فيديو ضحكت أم ملوكة قصر المتواضع، قناة قصر المتواضع، من ذكرى تقول نجيب البانية عود إحنا نفرزها، ذكرى شلون النبي يوسف عليه السلام يعني حافظ على الحنطات. أنا هم مثل أم ملوكة، من أسوي شي عود أفرزه ماكو يخلص. جبت التمر عود أضمه لشهر رمضان، أكلوه قبل شهر رمضان، قلت لهم شهر رمضان، قالوا يلا الله كريم.
هسه عاد ملوكة ذكرتها بهذا الموقف وضحكت. هنا نرجع للشغلاتنا. الكبة الصراحة قعدت أسويها بالقاع، لأن شوية الكبة يرادلها حيل، وأنا اسم الله عليكم تسمعون العافية هالأيام شوية ظهري يوجعني. وهاي بديت أشكلها، والحشو اللي زاد عندي أشوفكم إياه ما شاء الله. هاي الكمية صارت عندي. الحشو راح أضمه ما عليه شي، ضمينه بالفريز تسوين بيه غير وصفة، مثلا بورق أو ترجعين تسوين كبة التمن ما عليه شي. شوفوا ما شاء الله شلون صارت، والطعم والنكهة على قولتهم يوصل للسابع جار. لا تنسونا اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا.